السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين في وصفات العيد، عيد الأضحى المبارك ومشويات العيد. كل سنة وحضراتكم طيبين. كلنا عندنا لحمة وطلعنا عن المعتاد والمألوف والتقليدي، وعملنا حفلة باربيكيو أو مشويات العيد. دخلنا البهجة والفرحة على ولادنا بحاجات عادية جدا، كلنا بنطبخ يعني في العيد وعندنا لحوم. عملت كفتة وفراخ للي ما بيحبش اللحوم. طبعا كلهم لما بيشوفوا الأضحية بتاعة العيد معظم الأولاد ما بيرضوش ياكلوا من لحمة الأضحية ولا الكلام ده كله، وكنت خايفة بصراحة ان الكفتة بتاعتي تفك، لكن ربنا ستر عشان كده حطيتها على الشبكة. وبصوا بقى الجمال والريحة كانت قلب الدنيا بجد يعني. حطينا كمان من العيش، اخد تحميصة وتقميعة وتحميرة وقرمشة حلوة جدا على الشواية وعلى الفحم، واخد من ريحة الشوي بالمنظر اللي انتوا حضراتكم شايفينه ده. هنا بقى كانت الفراخ في شواية تانية علشان ننجز، مش هنستنى بقى نطلع ده ونحط ده. حطينا شوايتين كده، شوينا الفراخ في شواية وكده واللحمة على الشواية التانية. وعملنا بقى بعد ما خلصنا، كان احنا كنا صايمين فكان المغرب أذن، عملنا شاي على الفحم كان تحفة جدا بالنعناع. على ما خلصنا الفطار كان غلا واستوى، وكان ريحته جميلة 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 جدا جدا جدا. طبعا هيعرفوا الشاي اللي على الفحم ده اللي هم الجماعة اللي بيعملوه في الغيط والحاجات اللي هي زي كده بيبقى طعمه مختلف تمام. سيبناه كده بقى ايه عبال ما نفطر يغلي مع نفسه، يبقى ايه بكملة الفطار. يلا بينا نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد، نشوف احنا عملنا الجمال ده كله ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. عملنا سفرة من المشويات، ده ليمون أداليا أو أطاليا زي ما انتوا بتحبوا تشوفوه. طبعا اللحمة مش محتاجة أي توابل كتيرة، يعني توابل كتيرة عشان ريحة الفحم بتشيل يعني مش محتاج توابل. الفحم مش بيخلي اللحوم محتاجة توابل. الكفتة ما شاء الله تمام قدامكم اهي، مش واقعة من الحاجة. هنا عملت طاجن بامية. بصراحة عايزين بامية، طاجن ورق عنب، اي حاجة تغمزوا بقى الناس اللي هي بتحب تغمز براحتكم يعني. وعملنا طبق رز بسمتي، وعملنا سلطة خضرة، وعملنا الويسكي الحلال اللي هو بتاعها. دي كانت شوية تسبيكة زادوا من البامية، حطيت عليهم شطيطة وحطيتها كده زي المقبلات، وحمرنا شوية بطاطس مع الرز البسمتي وكمان سلطة الطحينة. وعملنا عصير جوافة ومانجا وجوافة وفراولة، احنا كنا صايمين اليوم ده. كانت تحفة جدا وتغيير. حابة تعمليها في وقفة عرفات براحتك، حابة تعمليها في يوم العيد براحتك. طيب هنا بقى بصوا ده الويسكي الحلال شكله تحفة جدا، وحطيت فيه قطعة من التلج. قطعنا البصل جوليان كده، وقطعنا الفلفل وخيار وفلفل شطة، وكمان خلطناهم على بعض كده مع الخل مع الليمون. وكانت مشطشطة كده وزودناها، وحطينا كمون وبابريكا وسنة شطة ناعمة كده بسيطة جدا لان الفلفل كان مشطشط، وسبناها كده مع قطع التلج. كانت تحفة جدا. زودنا شوية المية كده بحيث ان هي ناخد منها الشوربة، المية بتاعت السلطة تبقى خطيرة جدا. يلا بقى نبتدي ملك المشويات اللي هو الطحينة. جبنا الطحينة وحطيناه معاها زيت، نقطتين من الزيت الاول، وقلبناها كويس بس هي مش باينه هنا في الفيديو. وبعد كده عصرنا عليها ليمون او خل براحتكم خالص، وقلبناها كويس مع الكمون مع الشطه. للي عاوز الاكل يبقى سبايسي براحته خالص
وكمان هنا حطيت بصراحة عملت طبق سلطة علشان خاطر اللي ما بيحبش السلطة السبايسي بدون اي شطة وبدون اي حاجة خالص، بحيث ان هو يبقى مش مشطشط ياكل، يعني اللي بيحب السبايسي ياخد واللي مش بيحب السبايسي ياخد برضه. هنا بقى نبتدي التتبيلة. هنا تتبيلة الكفتة، بصل مبشور صفيناه من المية بتاعته، حطينا البصل لوحده والمية لوحدها، وكان عندي كام فلفلاية كده الوان ضربتهم كلهم في الكبة. علشان الكفتة ما تفكش منك هيبقى 70% لحمة و30% دهون، اي دهون انت حباها. حطيت من البيكنج باودر، حطيت معلقة من النشا، حطيت التوابل الكفتة العادية جدا اللي انت تحبيها، وكمان حطيت بقدونس. انا بحب الكفتة المشوية يبقى فيها بقدونس، وصبعتها طبعا. وانا بصبعها بحط ايدي، بغمز ايدي كده بمية البصل. تمام زي الفل. بصوا بقى شكلها هي مسمغة طبعا، تفضلوا بقى ايه تعجنوا فيها مرة واتنين وتلاتة بحيث ان هي تفتل وتبقى متماسكة جدا يعني. نبدأ بقى في خلطة الكباب والفراخ المشوية، طماطم مع بصل مع التوابل اللي انت حباها. انا مش هحط لك توابل لان ريحة الفحم وحدها، وجوزة الطيب كده حاجة رشة بسيطة، ودبس رمان في اللحم مع تتبيلة اللحمة علشان ريحة اللحمة نفسها. وطبعا زبادي علشان خاطر يطريلي اللحمة والقطعية بقى، وقلبناها وخليناها من بالليل للصبح. تمام، كله حطيناه في التلاجة من بالليل للصبح مثلا. علبة زبادي بقى لتتبيلة الفراخ، معاها بهارات فراخ، معاها رشة بسيطة من جوز الطيب، مش حابة خلاص براحتك خالص، على عصرة ليمونة. اهم حاجة يا جماعة في المشويات الزبادي بتخليها جوسي وحلوة. بهارات فراخ، كاري، بصوا حسب ما تشاءون يعني. التتبيلة دي بتاعتكم انتوا. تمام زي الفل. حطيتها بقى كده في الاعواد او وفيه منها قطع للي حابب. وبعد كده ندخل بقى على الرز البسمتي، اسهل منه مفيش، بجد 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 اعتمدي الطريقة دي في الرز البسمتي، حاجة من ورا الخيال بجد. بصوا مفلفل وريحته كانت جايبة الشارع بقى، مع ريحة الفحمة ولعناها، كانت تحفة جدا. حتة قطعة من السمنة او الزبدة مع الزيت، معاها بصلاية مبشورة، بتغير طعم الرز في حتة تانية خالص. شوية من الجزر، قلبناهم لغاية ريحة البصل بس ما طلعت لكن ما احمرش. ونزلت بقى بالليمون الدراي والقرفة العيدان وورق اللوري والبهارات بتاعة الرز، بتتباع عند العطار جاهزة، او انت تطحنيها براحتك خالص. وقلبناهم كده لغاية ما ريحة التوابل طلعت، ونزلنا بالرز البسمتي، اخد قليبة بس معاهم كده، ونزلنا بمية سخنة، والله مية مش شوربة كمان، لان احنا طبعا ما عملناش شوربة، احنا اللحمة بتاعتنا كانت مشوية. تمام زي الفل. وكمان هنا بصوا بقى، بصوا الجمال، بصوا الحلويات، بصوا كده، بصوا الفلفلة بتاعته، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. حابة تفرشيه على صينية وتحطي عليه المشويات ويبقى زي احلى مطعم، حاجة كده براحتك خالص. كان يوم جميل وظريف ولطيف على السطح كده او في المنور، وولع الشواية واشركي الاولاد الصغيرين، طبعا الكبار ما بيهتموش، او الكبار براحتكم. وبس كده، وافتكروني بدعوة حلوة ولايك وشير في الخير. وبجد بجد جربوا الوصفة دي، هتخرجوا عن هي ما فيهاش اي وصفة ولا اي افتكاسة. هتتبلي الفراخ وهتحطيها على الفحم، وهتتبلي بس بصراحة انا دايما بخلي الفراخ بس تاخد غلوة كده مع التتبيلة على النار، علشان خاطر اتاكد ان قلبها استوى من جوه، ما بيبقاش فيها اي حاجه مقززه يعني من الدم او الحاجات اللي هي زي كده. وافتكروني بدعوه حلوه ولايك وشير في الخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ويا رب اكون افدتكم او فكرتكم بوصفه
حلوة وجميلة ولذيذة وبجد هتعجب الأولاد. وباي باي. مشويات العيد حاجة كده من ورا الخيال، لا طبخ ولا الكلام ده كله.